ورحنا للكويت عشان نجرب الباتشا، ونجرب 3 مطاعم باتشا في نفس الشارع: باتشا الخليج، باتشا الشايب ابو علي، وباتشا ابو علي. واول واحد باتشا الخليج وقاعد برا. على فكره انا اطلب سلطه ولسان. فاول شيء يجيبون لكم ماي باتشا او يسمونه تشريبه، ويجيبون لكم باتشا هاللون. فانا ما اعرف هاللون، لازم اقصصه واحطه داخل عشان اسوي لي باتشا بروحي. هو اتوقع يشربونه بروحه، بس احنا ناكل هاللون. وجربت الثوم وياه، كان صراحه حلو. لحمهم وايد طري على فكرة، ففي هالشي وايد عجبوني. وبعدين رحت ابو علي، اول الوحيد اللي طلب مني ادفع قبل ما اقعد. كنت هالمرة بسوي حركة ثانية بالنسبة حق الخبز، انا اتوقع نفس الشيء. على فكرة تشريبتهم حاطين فيها سوالف، فعشان صار نفسنا قلت لهم يبون صحن، انا بقص الخبز وبحط فوقه التشريبة او اصبه فوقه. طلع المكان ريدي يجيبون الخبز تحت. ني اللحم مالهم نكهته شوي اقوى، بس نسبة الطراوة شوي اقل. كالعادة مريم لا تلعب قميصه. المهم رحت باتشا الشاي ابو علي، ولاحظت هالشيء ان مصرين هم الفرع الاصلي وما في فرع ثاني اصلي غيرهم، لدرجة حتى في جوجل مابس كاتبين لسه مشتركين مع اي شركة توصيل. فحسيت في ان بينه وبين جيرانهم عندهم قعدتين غير خارجية، قاعدة عادية وقاعدة عوايد. ني نفس الشيء بعد، انهم يبون الخبز وفوقه الساطر واللسان. بس هالمرة ما طلب صحن زيادة، سويت له باللاب، قصصته خليته في التشريبه ورجعته مره ثانيه. واحلى شيء فيهم الفلفل مالهم وايد حلو، يعني اتوقع القطعه اللي جاتني ما كانت وايد طريه، والنكهه كانت جدا خفيفه. ورجعت لباتشا الخليج، الصراحه من ناحيه طراوه اللحم هو اكثر شيء عجبني. سويت الحركة العالمية مالتي وطلبت الفلفل، بس عشان لا تلوث قميصي سويت حركة. كل يوم ما يحبون الشوكة، ياكلون بالخبز. ها شو رايكم، تتفقون معاي؟